أذن فجرك يا رمضان، جاء هلالك بالغفران، ونسائم عودك عابقة بالتسبيح وبالقرآن. الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، وأيقظ بالوعظ من وفقه في هذا الموسم العظيم الشان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فهذه ومضة إيمانية رمضانية من ومضات الخير لنادي البيان، أعلى الله مقامه ورفع شأنه وشأن أبنائه، إذ يبعث الهمم إلى التعرض للنفحات ويثير العزم إلى أشرف وأعظم الأوقات. وقد عنونت هذه الومضة الإيمانية بالاحتساب، الأجر الجاري للحسنات، عازمة على التأكيد على الاهتمام بضرورة احتساب الأجر في الأعمال اليومية في رمضان. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب من الطاعات، ويضاعف لنا الحسنات ويستجيب لنا الدعوات. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انطلاقا من ذلك يمكننا الإشارة على عجالة إلى ما يلي. أولا، الاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. لما كان لرمضان المزية العظيمة، كان للطاعة فيه فضل عظيم، فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالأعمال الصالحات، ومن ثم فإن مما يعين العبد على الطاعة أن يتيقن أن له من الأجور العظام يوم القيامة، فيهون عليه ما يبذل. فقد قيل: من عرف ما يبذل هان عليه ما يطلب. وأي طلب أعظم من رضوان الله وجنانه؟ قال سيدنا عمر بن الخطاب: أيها الناس، احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسيبته. وقال معاذ بن جبل: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فطلب الثواب في الراحة لأجل الاستعانة على العبادة، ومن ابتغى في أعماله وجه الله والدار الآخرة صارت في الميزان من الحسنات، ومن ابتغى بها فرح الدنيا وبهجتها صارت هباء منثورا. وما أجمل كلام ابن القيم رحمة الله عليه إذ قال: أهل اليقظة عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة عباداتهم عادات. ثانيا، النية سر العبودية وروحها، فهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، لأنها أعمال القلوب، وأعمال القلوب أنفع وأنجع الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهي ملاك الأعمال، وعليها يكون القبول والرد والثواب والعقاب. ثالثا، الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، فقد يعجز المرء عن عمل الخير الذي يصبو إليه لرقة حاله أو ضعف صحته أو قلة حيلته، لكن الله المطلع على خبايا النفوس يرفع أصحاب النوايا الصادقة إلى ما يتمنونه، لأن طيب مقصدهم أرجح لديه من عجز وسائلهم. رابعا، على قدر النوايا تكون العطايا. إن نظافة القلب وسلامة الصدر هي مفتاح التيسير والمنح والفتوحات في هذه الحياة، ولا يغلق باب على العبد فيصدق في نيته ويحسن الظن بربه إلا ويفتح الله له أبوابا أوسع وأرحب. يقول سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إن من أوجد نية الخير في قلبه أعانه الله على عمله، وفتح له من أبواب التوفيق والتيسير على قدر نيته. خامسا، تنوع جزاء العمل الواحد بتنوع نيته. لابد للمؤمن أن يجتمع في عمله من الباعث والغاية، فيعمل العمل طاعة لله ويطلب ادخار الثواب عند الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتصبر ولتحتسب. ولكن قد يعمل المسلم عملا يبعثه عليه إيمانه بالله تعالى وإرادة طاعته، ولكنه لا يستحضر احتساب الثواب، فيؤجر على عمله ولكنه يفوته ثواب الاحتساب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الأعمال الصالحة قسمان. النوع الأول
أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أن أثيب ولو بنية القيام بالواجب. والنوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زرع زرعا أو غرس شجرا فأصاب منها حيوان فإن له بذلك أجرا ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به. فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد، فيثاب الإنسان عليه وإن لم يكن له نية على هذه الإماطة، ولكنه لو احتسب عظم أجره. من هنا ينبغي التنبيه إلى أن من يجعل الإخلاص غاية وقصدا لكن يحصل له بذلك منفعة دنيوية، فهذا لا يخلو حاله مما يلي: أن يخالط العمل قصد التحصيل لهذه المنفعة، فهذا أعلى الدرجات، أو أن يخالط العمل قصد تحصيل هذه المنفعة، فهذا لا يحرم عليه بإجماع، لكن بهذه المخالطة قد ينقص أجره. أو أن تكون هذه المنفعة أن يكون لها جعل يجعل للعامل، فحكم هذا خاضع للأحوال التي يعمل بها من جهة مقصده. وللإمام عبد الرحمن بن سعدي تفصيل جميل في ذلك، حيث قال: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها أو أعراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله تعالى والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وأما من عمل العمل لوجه الله تعالى ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده أخلص في عمله إخلاصا تاما، لكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكنه لم يكن بعمله الدنيا، ولكن لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا على قيام الدين. ولهذا قال العلماء: تعدد الأجر بتعدد النية في العمل الواحد. سادسا، مدار حياتنا على النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكد نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد بين ربنا أن أساس قبول الأعمال على أمرين: الإخلاص والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهنا أخلص إلى العنصر الأخير، وهو فن الاحتساب في رمضان. فأقول إن الاحتساب نبع من منابع الأجور الكبيرة يغفل عنه البعض، وفي ذلك فوات لحسنات كثيرة، فعلينا أن نجعل الاحتساب منهجا لحياتنا، وذلك في كل أعمال البر وأفعال الخير مهما صغرت. فإذا خلصت النية لوجه الله تعالى واحتسبنا مبتغين الثواب من الله تعالى أخذنا الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال القرطبي: أفاد منطوق الحديث أن الأجر إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة. وقال الحافظ ابن حجر: يحتسبها أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا أي غافلا عن النية ولم ينوي الاحتساب. إن كثيرا من الناس يغفلون عن المباحات لا يحتسبونها ولا يربطونها بنية، فتضيع منهم الأجور. وبما أننا في شهر عظيم الأجر كثيف النفع كبير النفع، فينبغي علينا أن نغتنم من كل لحظة من لحظاته بالحسنات في عباداتنا وعاداتنا، فلا يفوتنا ربطها
ربطها بنية القربة إلى الله تعالى طالبا للثواب، فلا نستصغر أي عمل فنحتسبه لوجهه الكريم. فالمرأة التي تقوم بأشغال بيتها مأجورة على ما تقوم به من عادات بيتية، وطالب العلم يترك أهله وبيته يكد كدا لتحصيل علم ينفع به أمته، وكل في ميدان عمله، وما تيسره يحتسب أجره فيأخذ الأجر العظيم. إن النية محلها القلب فتلازم الفعل، تحصل تلقائيا عند الوقوف على كنه الفعل والقول وإدراك فضله. وهنا على المسلم أن يستحضر دائما إرادة وجه الله تعالى في كل ما يقوم أو يقول، ولا يترك نيته ليؤجر على ذلك بالأجر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله. صدرا خاربا في سبلك لله مضي، صدرا خاربا